يا سافي حطاشا كربلاء يا مظلوم وابن المظلوم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. عبست وجوه القوم والعباس ضاحك بينهم متبسم وقلب اليمين على الشمال وغاص في الأوصال يحصد في الرؤوس ويحطم قسما الصقيل وإنني لبغير صاعقة السماء لا أقسم قسما قسما بصارم الصقيل وإنني لبغير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضايا لمحى الوجود بسيفي والله يقضي ما يشاء أجورنا وأجوركم بمصيبة أبي الفضل العباس. الإمام الصادق عليه السلام يقول منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رحم الله عمنا العباس كان صلب الإيمان نافذ البصيرة أبلع بلاء حسنا يوم عاشوراء قاتل على يدي أخيه الحسين حتى قطعت كفاه فعوضه الله جناحين يطير بهما في الجنة. آجركم الله يا موالين بمصيبة أبي الفاضل. لما رأى العباس كثرة القتلى من أهله قال لإخوته من أمي وأبيه عبيد الله وعثمان وجعفر تقدموا يا بني أمي حتى أراكم نصحتم لله ولرسوله. والتفت إلى عبد الله وكان أكبر من عثمان وجعفر وقال تقدم يا أخي حتى أراك قتيلا وأحتسبك. فقاتلوا بين يدي أبي الفضل حتى قتلوا بأجمعهم ولم يستطع العباس صبرا على البقاء بعد أن بني صحبه وأهل بيته ويرى الحسين مكثورا قد انقطع عنه المدد وملأ مسامعه عويل النساء وصراخ الأطفال من العطش. فطلب من أخيه الرخصة فقال له الحسين عليه السلام يا أخي أنت صاحب لوائي
قال العباس عليه السلام: قد ضاق صدري من هؤلاء المنافقين وأريد أن آخذ ثأري منهم. فأمره الحسين أن يطلب الماء للأطفال. فذهب العباس إلى القوم ووعظهم وحذرهم غضب الجبار، فلم ينفع ذلك، فنادى بصوت عال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين بن بنت رسول الله، قد قتلتم أصحابه وأهل بيته، وهؤلاء عياله وأولاده عطاشا، فأسقوهم من الماء، قد أحرق الظمأ قلوبهم. وهو مع ذلك يقول: دعوني أذهب إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. فصاح شمر بأعلى صوته: يا ابن أبي تراب، لو كان وجه الأرض كله ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة، إلا أن تدخلوا في بيعة يزيد. فرجع إلى أخيه يخبره، فسمع الأطفال يتصارخون من العطش، فثارت به الحمية الهاشمية. ثم إنه ركب جواده وأخذ القربة وقصد إلى الفرات، فأحاط به 4000 ورموه بالنبال، فلم يعبأ بجمعهم ولا راعته كثرتهم، وشد عليهم يضربهم بسيفه، فلم تثبت له الرجال حتى كشفهم عن الفرات. ودخل الماء ونزل إلى المجرعة واقترب من الماء ليشرب، فتذكر عطش الحسين عليه السلام ومن معه، فرمى الماء من يده وقال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا فعال ديني. شلون أشرب وخويا حسين عطشان، وسكنه والحرم واطفال رضعان، وظل قلبي العليل التهب نيران، يا ريت الماي بعد لا حلا ومار، هذا الماي يجري بطول حياه، وضوق قبل خويا حسين ديار، أظن طفلا يا ولي ابن العطش ما، وظل موتي قرب والعمر قصر. ثم إن العباس بن علي ملأ القربة وركب جواده وتوجه نحو المخيم، فقطع عليه الطريق، فعمل عليهم يضربهم حتى أكثر القتلى فيهم، وكشفهم عن الطريق وهو يقول: لا أرهب الموت إذا الموت زقى، حتى أوارى بالمصاليت لقى، نفسي لسبط المصطفى الطهر وقى، إني أنا العباس أغدو بالسقى، ولا أخاف الشر يوم الملتقى. فكمن إله زيد بن الرقاد الججني
من وراء نخلة فضربه على يمينه فبرها فأخذ السيف بشماله وحمل عليهم وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين صدق النبي المصطفى الأمين. فلم يعبأ بيمينه بعد أن كان همه إيصال الماء إلى أطفال الحسين وعياله، ولكن حكيم بن طفيل كمن له من وراء نخلة فلما مر به ضربه على شماله فقطعها فوقف وهو يرتكز يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار مع النبي سيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار وتكاثروا عليه وأتته السهام كرشق المطر فأصاب القربة سهم وأريق ماؤها وسهم أصاب صدرا وسهم أصاب عيناه